ايش السبب لاختفاء حضارة وامبراطورية حمير؟ مملكة حمير ظهرت بعد مملكة سبأ حوالي القرن الثاني قبل الميلاد، كانت واحدة وأقوى من أهم الممالك في العالم. تمكنت حمير من توحيد الممالك تحت حكمها مثل سبأ وقتان وحضرموت، وجعلت ظفار عاصمة الله التي هي حاليا يريم في وطبعا اشتهرت مملكة حمير في هذيك الايام بالزراعة والنظام التجاري الواسع، وسيطرت على الطرق العالمية بسبب موقعها الاستراتيجي. كانت تملك اقوى سلع انتاج في هذيك الايام البخور واللبان. طيب ايش اللي حصل لها؟ اللي حصل يا جماعة انه في القرن الرابع الميلادي طبعا ملوك حمير خزنوا فرح معهم القات وقالوا انه لازم نحول الديانة حقنا من الوثنية الى الديانة اليهودية. بعد ما غيروا ديانتهم الى الديانة اليهودية اصبحت كهوية عند ملوك حمير هذه الديانة. الملك يوسف أسأر يثأر معروف بالملك ذا نواس كان مهووس بديانته لدرجة مو طبيعية يا جماعة. في عهده قام يشن حملات ضد المسيحيين، كان في مسيحيين في نجران وهذه الامبراطورية كانت تدعمهم. في هذيك الايام في ناس كثير رفضوا انهم يتخلوا عن ديانتهم المسيحية ويعتنقوا اليهودية. ايش سوى؟ قام راح سوى حفرة الاخدود المذكورة بالقرآن الكريم، وقام وجمع المسيحيين كلهم لوسط هذه الحفرة وقام بحرقهم. تحول ذو نواس لعدو مباشر للقوة البيزنطية. طبعا كانت القوة البيزنطية قوة خارقة يا جماعة. بيزنطة حملت بقلبها حقد كبير. ايش سوت؟ قامت راحت واتفقت هي وملك اكسوم اللي هي مملكة اكسوم اثيوبيا حاليا، اتفقت مع هذا الملك بغزو مملكة حمير. وعام 525 قام الاحباش بغزو مملكة حمير بقيادة القائد ارياط، اسماءهم عجيبة غريبة، وساعتها قاموا بغزو مملكة حمير بمساعدة بيزنطة. ولكن الملك ذو نواس حلف يمين انه ما يستسلم ابدا في هذه المعركة، قالوا انه رمى بنفسه للبحر وما رضى انه يستسلم. بعد الغزو اصبحت مملكة حمير تحت الحكم الحبشي. مملكة حمير ساعتها اصبحت مملكة مستقلة وانهارت بشكل كلي. طيب لو جينا نفكر ايش سبب انهيار مملكة حمير؟ واحد، الصراعات الدينية الداخلية، لانه تحول حمير فجأة الى ديانة يهودية ادى الى صراعات داخلية داخل المملكة، لانه كان في ناس مسيحيين داخل المملكة ويش يجبرهم بالغصب انهم يتبعوا الديانة اليهودية. اثنين، الضغوط الخارجية. الضغوط الخارجية هذه اللي هي تعاون مملكة بيزنطة وتعاون مملكة اكسوم، كانوا قوى عالمية، فكيف لما يجتمعوا الاثنين مع بعض ضد مملكة. ثلاثة، الاضطراب البيئي، لأنه في هذيك الأيام يا جماعة انفجر سد مارب وتم تدهور الاقتصاد بهذه المملكة بشكل عظيم. بمجرد أنه حول الديانة لديانة يهودية انفجر سد مارب من الطبح. طيب إيش اللي حصل بعد سقوط مملكة حمير يا وليد؟ هذه إن شاء الله بتكون تكملتها في اليوتيوب حلقة كاملة مكملة. وعشان تتابعوا صفحتي في اليوتيوب وفي السناب شات والانستغرام اضغطوا على هذا الرابط، هذا الرابط بيوديكم لكل صفحاتي. اللي حصل انه تم الحكم الحبشي، بقى الاحباش في اليمن حتى عام 570 ميلادي، الى حين ما قاد الملك اليمني سيف بن ذي يزن على هذا الملك الحبشي وتم ابادته. طبعا سيف بن ذي يزن سوى شيء غلط، وهذا الشيء الغلط انه استدعى الفرس عشان يساعده. وبعد طرد الاحباش اصبحت اليمن بحكم سيف بن ذي يزن وتحت حماية الفرس. طيب يا وليد، ايش الدلائل التاريخية على حضارة حمير؟ الدلائل ما يلي. واحد، النقوش القديمة. النقوش القديمة مثل نقش النصر، هذا نقش النصر يصف حملات حمير العسكرية من اولها لاخرها. اثنين، الاطلال في ظفار يريم واثار القصور والمعابد اللي كانت موجودة فيها. ثلاثة، الكتابات اليونانية والرومانية. أربعة، القرآن الكريم الذي اشار الى آية الاخدود. اذا انهيار حمير لم يكن حدث سياسي، بل كان نقطة تحول اثرت على التاريخ، ولا يزال غموض السقوط موجود في التاريخ إلى يومنا هذا. السؤال هنا، هل كان سقوط مملكة حمير بسبب أخطاء سياسية داخلية أم نتيجة ضغوط خارجية؟ وماذا يمكن أن يكتشفوا في المستقبل عن هذه الحضارة؟ هل يمكن أن يكتشفوا حاجات أكثر؟ جاوبوني بالتعليقات. السلام عليكم.